بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين في كل زمان وكل حين. صباح الفل عليكم، صباح السعادة، صباح النصر، صباح الصعود المستحق. كل متابعي أبو الكباتن في كل مكان، تحية من القلب، من سويداء القلب لكل من يتابع أبو الكباتن، وحفظكم الله جميعا أينما كنتم، وكفاكم الله شر السوء والداء والبلاء والغلاء يا رب يا رب يا رب. نصلي على الهادي، اللهم صل على سيدنا محمد. ونتكلم بسرعة بعد مباراة الأهلي والترجي اللي خلصت منذ ساعات على استاد القاهرة الدولي. انتهت المباراة بنتيجة هدف نظيف وضياع فرص مستحقة وما تضيعش، لكن الحمد لله نتيجة المباراتين 4-0. تمام التمام، حلوة وكده. الراجل لعب على الهادي زي ما قلت في فيديو قبل كده، وبهدوء وباتزان، وتغييراته جت في وقتها، بس ممكن تكون متأخرة شوية، بس الحمد لله خدنا اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نوصل للنهائي عشان نستنى اي حد بقى طرف تاني يجي لنا زي ما هو عايز، سواء كان كده او كده، مغرب او جنوب افريقيا. اهلا بيه. والاهلي لا يخشى احد، ويلعب في اي حته وفي اي مكان. الكبير لا يخشى احد، الزعيم لا يخشى احد، الزعيم لا يخشى احد. تمام. عايز اقول مليار مبروك لكل اهلاوي محترم، لكل من ينتمي للنادي الاهلي. انا ملبوخ ليه مش عارف من الفرحه، لان في بدايه المجموعات من هناك، من عند البنزيمة، من هناك من عنده، واحنا لسه بنلعب مجموعات، كان الامل مفقود بنسبة 85%. وخصوصا بقى الحكايات اللي حصلت مع الهلال وصن داونز والكلام، كانت الدنيا سودة معتمة خالص، ما مضببة. ما حدش يقول ان كان في امل ان احنا نوصل، بس إرادة ربنا وبمشيئة الرحمن، الأهلي بعزيمة رجالته وبوقوف إدارته وبدعم جماهيره وراه وفي ظهره، وصل النهارده للنهائي النهارده. ومستنيين بقى، وقاعدين وعلى الكرسي ومستريحين، مستنيين اللي يجيلنا. مليار مبروك، مليار مبروك. زي ما قلنا صعود مستحق وعن جدار وبعزيمة الرجال. ويعني واقول لك ايه، بدعم قوي جدا جدا من شعب الاهلي العظيم. اي نادي في العالم، اي نادي في العالم له جمهور، الا النادي الاهلي الوحيد في العالم اللي عنده شعب بالملايين، شعب عظيم يقف في ظهره على المر قبل الحلو. ما احناش جماهير هلا هالرؤى، ما احناش جماهير كده طياري، ما احناش جماهير ممكن سندوتش او حته مش عارف، حته فرخه، ولا حته مش فرخه ايه الوقت، يعني سندوتش فول، حته قرص طعميه يقضوها، ونروح نسقف ونطبل ونهيص وخلاص ومالناش فيه. اصلا احنا مغيبين. لا، شعب الاهلي، انا ما بقولش جماهير الاهلي، شعب الاهلي غير. شعب الاهلي محترم وواعي، وامتى يقف بالظبط، بيحدد امتى يقف بالظبط ورا فرقته، وامتى يدعم ويزق ويقول لا لاي حاجه تخرج عن النص. شكرا لكل الجماهير العظيمه. وعايز بقى تعليقات كده ايه، عايز احلى مبروك في الدنيا لاجدع اهلاويه في الدنيا. مبروك لابو الكباتن. علق ودوس لايك، ما تكسلش يا راجل، والله ما هيخسرها فينا. شير وعلق. احنا بلدي، احنا بناخد وندي مع بعض، لا يعني منكم وفيكم وزيكم. هقول ايه اكتر من كده؟ مش هقول اكتر من كده. ما ننساش دعم إدارة النادي الأهلي، الإدارة اللي بتشتغل بحرفية واحترافية. شفت بقى، حرفية واحترافية، موفرة كل شيء، كبيرة وصغيرة، بدون ضجيج، بدون ضجيج إعلامي. الناس بتشتغل في سكون وهدوء، مش عايزة حاجة غير إن الأهلي يبقى فوق.
رقم واحد على القمة إفريقيا ومحليا إن شاء الله، تحت قيادة المايسترو الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وكل مجلس الإدارة المحترم من الأول للآخر. ومبروك للجمعية العمومية اللي دايما بتختار صح وبتقف صح وبتساند صح. تمام؟ محدش يزعل من كلمة صح دي. المهم أنا طلعت بس عشان ما نطولش على بعض. أنا فرحان لأن كان عندي، أقسم بالله من البداية كنت دايما بقول إن الأهلي يأتي من بعيد، ويا رب ما تخذلنيش، يا رب ما تخذلنيش وتشمت البوابين وتناطر فيه يا رب. وقد كان الحمد لله. وعلى فكرة صعود مستحق وعن جدارة فعلا، ولعبنا على هادي يا زبادي وكل شيء تمام التمام للمرة 16 زي ما قلنا، والرابعة على التوالي. دي إنجازات وإحصائيات ما يعملهاش أي حد ولا أي نادي هنا نهائي ولا في إفريقيا، ما حدش بيعمل الكلام ده. خد عندك دي كمان، خد دي. الأهلي بقى له 6 مباريات ما دخلش فيه هدف، يعني كلين شيت، شباك نظيفة زي الفل. تمام؟ تمام. بفضل مين؟ بفضل العملاق حارس مصر الأول الكابتن محمد الشناوي، يرجع بألف سلامة، ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع بألف سلامة إن شاء الله خلال أيام بإذن الله. يمروا ال3 مباريات اللي في الدوري وإن شاء الله يكون معانا بقى إيه في النهائي 4 و11. تمام؟ تمام التمام. نقول إيه تاني؟ المرة 16 وعلى الرابعة على التوالي و6 مباريات ما فيش نظافة كاملة للشباك. أنا ما دخلش فينا ربع هدف يا راجل، عايز ايه اكتر من كده؟ ان شاء الله ان شاء الله. شوف انا بمشيئة الرحمن ال11 دي بتاعتنا. انا بقول بمشيئة الرحمن، ما حدش ينطق بكلمة. انا لما اقول اي حاجة بقول بمشيئة الرحمن ان شاء الله بتاعتنا، واحنا نستحقها والله قسما بالله. قسما بالله احنا نستحقها عن جدارة، عن جدارة. وهي اصبحت على ابواب النادي الاهلي هناك، عارفه عنوانها 3 شارع صالح سليم بالجزيره. ان شاء الله والله بترتاح هناك. الاميره السمراء بترتاح هناك يا جماعه. يا جماعه الجو هناك نظيف ورايق وزي الفل، وهناك الدنيا رايقه وفايقه والناس مزاجها حلو ونضاف. بترتاح هناك. اتخذت مننا 2 سنين ما ينفعش التالتة لا. التالتة مش ثابته عندنا، التالتة لا. ان شاء الله تكون عندنا باذن الله. ان شاء الله ال11 عندنا في الجزيرة بإذنك أنت يا رب. وعلى فكرة الكاف الاتحاد الإفريقي عدل الجوائز بتاع أبطال إفريقيا اللي احنا فيها حاليا، اتعدلت والحمد لله. يعني النهارده النادي الأهلي في خزينته 2 مليون دولار اللي هو الوصيف، واحنا مش هنبقى الوصيف بإذن الله. باذن الله ان شاء الله احنا هنبقى الاول وهناخد ال4 مليون، بقت 4 مليون واللطيف 2 مليون. فالنهارده في 2 مليون في خزينه النادي الاهلي. يعني ممكن تطلع الثاني، كله باراده ربنا بقى، بس احنا هنركز على الاول. عايزين ال4 مليون. 4 مليون يا عم، ده 4 في 40 الوقت ولا بكام؟ ربنا يبارك ويزيد. الاهلي رزقه كتير وعشان سالك، والناس اللي فيه سالكه، الناس اللي فيه بتشتغل، الناس اللي فيه مش عايزه اضواء ولا ميكروفونات ولا حديده ليل ونهار، ولا حد فيهم بيهز روس ولا الكلام ده. ده احنا لو شفنا واحد في قناه الاهلي لو شفت واحد انا شخصيا عمال يهز على الفاضي والمليان كده ومالوش وعمال يطبل، قسما بالله هنسلخه. ما عندناش الكلام ده. وعشان بنشتغل شوف بنروح فين للنهائي، وفي جعبتنا الوقت 2 مليون دولار اخضر وما ادراك من الدولار. اشتري بقى زي ما احنا عايزين، نظبط نفسنا زي ما احنا عايزين. صرفنا كتير على الفرع الرابع المجمع الخامس اللي هيفتتح ان شاء الله 1 يونيو يوم الخميس باذن الله. وما احنا بس احنا طمعانين في ال4 مليون.
احنا طمعانين في ال4 مليون. خلي ال2 مليون بقى ياخدها صن داونز، ياخدها الوداد، هم حرين، حلال عليهم، واحنا حلال وبركه ل4 مليون. دي حاجه بقى حبيت اقولها لكم. فالاهلي كبير، ودايما الاهلي كبير، والكبير ما يخشاش احد. العمده يا عم الحاج تلاقي الدنيا قاعده حواليه، وهو اللي بيقول وبيعيد، يا دي انت روح هنا، يا دي انت روح هنا، يا دي اعمل كذا، خش يا دي. كبير، زي كبير القريه كده، زي كبير القوم، زي كبير الحته، زي كبير زينة النوادي. الله يرحمك يا عندليب، زينة النوادي. في هو اللي مفرحنا، وهو اللي بسطنا، هو اللي مفرحنا، وهو اللي بسطنا، وهو اللي مدخل السعادة في بيوتنا، وهو اللي والله مخفف علينا كل الظروف. بيخرجنا كده ويودينا المود تاني خالص، بيخرجنا بقى عن الظروف والأسعار والمشاكل والامتحانات والسفر، والواد عامل ايه، واخوك عامل ايه، وامك عامله ايه، وابنك عامله ايه. بيخرجنا فتره كده، يقول لك ما ينفعش ضغط ليل ونهار، مش هنستحمل. الاهلي لازم نشكره انه بيحطنا كده في منطقه زي ما يكون معزوله عن العالم. نفرح بقى ونزقطط ونهيص نطبل تطبيل، مش تطبيل التاني، تطبيل فرحه وسعاده وبهجه. تمام، مش عايز اطول عشان يقولوا ايه بتقولوا ايه، وما تزهقوش مني، عشان ما تزهقوش مني. تمام، مبروك، صعود مستحق وعن جدار، ومبروك لل11 راجل اللي لعبوا، واللي نزلوا، واللي لسه هيلعبوا في الماتشين بتوع النهائي. وهقول كلمه، واللي كان هعمل عليها فيديو ان شاء الله بكره او ايه بعد كام يوم كده. مباراه الطرف الثاني اللي هيجي لنا ان شاء الله هنتفرج بكره ونعرف مين هو، في استاد القاهره يوم 4/11. الاستاد فل، مفيش مكان. وان شاء الله لو في فرصه هروح باذن الله، لو في فرصه هروح، حبايبي بقى يسمعهم ويظبطوا ان شاء الله. يوم 4/6، يوم 4/6 استاد القاهره، هنشوف بقى الطرف الثاني، لان النهائي هيكون في 4/6 مش في 11/6. اضمن زي ما ضمنت الترجي في تونس، نضمن الطرف الثاني هنا، سواء الوداد او صن داونز، بنتيجه توديك هناك مرتاح. الماتش اللي هنا هو النهائي من الاخر. فعايزين دعم من وزاره الداخليه، وزير الداخليه المحترم، وكل رجاله الداخليه، عايزين دعم قوي بالنسبه للتامين وللجمهور. فل 50، لا عايزين 60 و65، الفل الاستاد كله يكون كامل باذنك انت يا رب. دي حاجه حبيت اقولها باذن الله. احتمال كبير ان شاء الله، ان شاء الله احتمال كبير بعد ما نشوف ماتش بكره مين اللي هيقابلنا، هنعمل بث مباشر مع حبايبنا ان شاء الله، يا على التيك توك، يا على التيك توك يا على التيك توك، يا على الفيسبوك ان شاء الله، ونتحاور ونتكلم مع حبايبنا واصحابنا الاهلاويه الجدعان. في النهايه الاهلي تاريخ ومبادئ وتطوير، مش عايزين كلام كتير نهائي. في الاخر نصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الهادي البشير. لايك وشير، سلام.